بص يا سيدي، بتاكل لحوم البشر ومش عندها اي رحمه، وبتشرب دم البنات العذارى، وده علشان كان عندها فكره ان كده هتبقى شابه طول عمرها. ام وارمله عندها السلطه والمال الكافي علشان ترهب دوله كامله. حاكم المجر كان بيحاول يدمر سمعتها باي طريقه. الكونتيسه إليزابيث باسوري، واللي مش معروف عنها ايه هي القصة الحقيقية، لكن حكايتها حصلت في القرن ال17. الكونتيسة اللي كانت مثيرة للجدل والاهتمام. بدأت القصة سنة 1602 ميلادية، بتكتر الإشاعات عن البنات اللي بيختفوا، وده بعد ما يروحوا يشتغلوا في قلعة كاشتيكا، ودي القلعة بتاعت الكونتيسة إليزابيث باسوري. أي بنت بتروح تشتغل في المكان ده ما بترجعش تاني. إليزابيث اللي كانت من عيلة غنية وقوية، أبوها كان البارون جورج باسوري، وجوزها كان بطل حرب مجري، القائد اللي كان اسمه فرانك ناديزدي، واللي اداها القلعه هديه ليها. فرانك كان بيتولى قياده الجيش المجري، وفي الوقت ده كان في حرب ما بين المجر والدوله العثمانيه. فرانك يطلع على راس جيشه وهو سايب لمراته ثروه كبيره، وساب معاها حكم المنطقه اللي كان امير عليها. وتكتر الاشاعات عن الكونتيسه اللي بتعذب الخدم بتوعها، بتعذبهم بطريقه وحشيه، والاشاعات دي كترت بعد مقتل جوزها في الحرب مع الدوله العثمانيه. الشهود قالوا ان الكونتيسه كانت بتجيب البنات الفقراء، وده كان بعد موت جوزها سنه 1604، وكانت بتقول لهم تعالوا اشتغلوا في القلعه. وبعد كده وسعت النشاط بتاعها وبقت بتجيب البنات الاغنياء اللي كانوا بيزوروها في القلعه، وبعد كده بقت بتخطف البنات بعد ما الاشاعات كترت عليها. اليزابيث كانت بتعذب الضحيه بكل وحشيه، كانت بتحرقهم بالحديد السخن وتضربهم بالشواكيش لحد ما يموتوا، ولو مش ماتوا تغرز الابر تحت ضوافرهم، وكمان كانت بتصب عليهم الميه المتلجه، وفي الاخر ترميهم في البرد لحد ما يموتوا. ولما كانت بترميهم كانت بتغطي جسمهم بالعسل، وده علشان الحشرات تاكل جلدهم المكشوف. وكانت بتخيط الشفايف العلويه مع الشفايف السفليه، وكانت بتقطع لحم وشهم وصدورهم. ده غير انها كانت بتحب تعذبهم بالمقصات، تقطع ايديهم واطرافهم واعضائهم التناسليه، وكانت بتتكيف لما كانت بتقص الجلد اللي ما بين صوابع الضحايا، وده يطلع عليها لقب الكونتيسه دراكولا. وفي الزمن ده والاحداث دي كان لازم يطلع اساطير عليها. اتقال عنها انها كانت بتاكل لحم الضحايا، وكمان بتشرب دمهم علشان تفوز بالشباب الدائم. ده غير انها كانت بتستحمى بدم البنات الصغيره. وطبعا الحكاوي دي وسعت قوي. في اللي قال عن الكونتيسه انها كانت متجوزه الشيطان نفسه. الكونتيسه قدرت تفلت من القانون لمده 6 سنين، المده دي اللي اختفى فيها بنات كتير قوي، سواء من بنات الفلاحين او بنات الاغنياء، لكنها واجهت تهمه قتل 80 بنت مجريه، لدرجه ان ملك المجر بعت مندوب عنه، المندوب اللي كان رايح علشان يدور في كل الجرائم اللي كانت منسوبه للكونتيسه، واللي كل الشكاوي كانت متقدمه ضدها. نائب الملك واللي كان اسمه جورجي جمع حوالي 300 شهاده، ودي كانت اساس للجرائم المرعبه اللي عملتها الكونتيسه. واحد من الشهود قال انه شاف مذكرات الكونتيسه، واللي كانت كاتبه فيها اسماء وعدد الضحايا، البنات اللي وصل عددهم ل 650 ضحيه، بس مفيش حد لقى المذكرات دي، وده يخلي العدد مجرد اسطوره. تنتهي المحكمه ويتجاب شركاء الكونتيسه، وتكون التهمه ممارسه الاعمال السحريه، وممارسه السحر في الزمن ده كانت جريمه كبيره، ويتعدم كل المتهمين بالحرق وهم احياء، واللي كان منهم مرضعه بنات الكونتيسه. اما اليزابيث باسوري كان ليها عقاب تاني. اليزابيث اتحبست في اوضتها لمده 4 سنين لحد ما ماتت سنه 1614. طيب ايه اللي خلى اليزابيث بالوحشيه دي؟ في مؤرخين قالوا ان كان عندها عقده ساديه، وان عيلتها علموها القسوه من وهي صغيره، وقالوا ان عيله باسوري كانوا بيمارسوا التعذيب قصاد بنتهم الصغيره، وفي ناس قالوا ان هم كانوا بيمارسوا الاعمال السحريه، لكن مع الوقت اكتشفوا ان كل دي حكايات ومفيش دليل قوي على الكلام ده. وفي مؤرخين قالوا انها كانت بتحب واحد وسابها علشان خاطر حب بنت صغيره، فتقرر اليزابيث انها تشرب دم البنات العذارى علشان تدور على الشباب الابدي، ودي برضو قصه تانية محدش متاكد من صحتها. بس في كل الاحوال الكونتيسه اليزابيث باسوري واحده من اشهر السفاحات في التاريخ، واكترهم قتل وضحايا. وبالرغم من كل القصص والشهادات دي القضيه ما كانتش واضحه. في مؤرخين قالوا ان كل القصص دي كانت اشاعات سياسيه. ملك المجر وقتها كان مديون لجوز الكونتيسه، وطبعا لما مات جوزها بقى مديون ليها هي، والدين كان مبلغ كبير قوي، ومن الاخر كده الملك ما كانش عنده النيه انه يسد الدين اللي عليه. المؤرخين قالوا ان الحركه دي كانت بتاعه الملك نفسه، وده علشان يدين الكونتيسه. الملك كان عايز الكونتيسه ما يبقاش عندها اي فرصه تقدر تدافع بيها عن نفسها، والشهود قدموا شهادات تدين اليزابيث باسوري، وبالرغم من ان الشهادات دي كانت متناقضه، لكن الملك يحكم بالاعدام على الكونتيسه اليزابيث باسوري، ولكن عيلتها واللي كانت عيله قويه في المجر تتدخل وتقف في صفها. ودي برضو كانت خطوه سياسيه، لانها لو كانت اتعدمت كان الملك هياخد ارضها، وده خلى المؤرخين في التاريخ الحديث
يروحوا لتفسير تاني. الكونتيسة كان تحت ايديها ارض استراتيجية مهمة، وكانت من الذكاء انها تحكم الارض دي من غير احتياجها لاي راجل جنبها. ده غير ان الكونتيسة اليزابيث باسوري كانت من عيلة كبيرة وغنية لدرجة انها كانت بتسلف الملك نفسه، وده خلى الملك يشوه سمعتها ويدمرها. بس في النهاية محدش عارف فين الحقيقة، هل هي أسطورة وتشويه للسمعة ولا حقيقة لواحدة من أخطر السفاحين في التاريخ؟ ولحد هنا خلصت حلقتنا. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، وكمان ادخلوا القناة اتفرجوا على الحلقات القديمة. كان معاكم أحمد عوض واستنوني الحلقة الجاية. سلام.